انا في الفيديو ده هتكلم على احمد على صعيدين، على تجربتي الشخصيه معاه وعلى احمد مع اي حد بعد كده، بعد ما عرفته وعرفت ان هي دي شخصيته اصلا. على الصعيد الشخصي، احنا اول ما اتعرفنا خالص كنا بنشتغل في مكان، انا الاندستري دي كان الباك جراوند بتاعتي فيها زيرو. كان عنده قدرة رهيبة في انه يوصل لي المعلومة ويقولها بكذا طريقة لو انا ما فهمتهاش، ويقول لي كل حاجة انا محتاجة اعرفها. الاودينس، الماركت، الديتيلز بتاعة السيرفيس او البرودكت نفسه. فيعني از انستراكتور اعتقد ان دي اهم صفتين ممكن يبقوا موجودين فيه، انه يبقى عارف المعلومة، بس كل الناس، في ناس كتير عارفة المعلومة عادي بس عارف ازاي كمان يوصلها لك. عنده قدرة وكمية مصادر يعرف منها المعلومات، ودايما عنده المعلومة. يعني دي كنا حاجة دايما بنقولها في التيم، احمد دايما عنده المعلومة. حد شاطر جدا جدا جدا. انا متحمسة جدا ان اشوف الكورس، وواثقة ان انا هستفيد منه جدا. اللي هو انا يعني كمان فكرة ان احمد شاطر على كذا صعيد، على as a content creator, as a media buyer, as a team leader. وفي كل حاجة ليها علاقة بالاندستري دي او الديجيتال اكتيفيتيز. حد شاطر جدا. انا متحمسة جدا للكورس ومستنياه، وجود لك يعني.